مرحلة موسعة من العمليات العسكرية في سيناء. قررت القوات المسلحة توسيع هجماتها. منذ أسبوع بدأت القوات المصرية تنفيذ مرحلة جديدة من العملية العسكرية التي بدأت في يوليو الماضي. يأتي ذلك في إطار حملة الجيش منذ عام في ملاحقة الجماعات المتطرفة في سيناء، والتي صعدت هجماتها بعد ثورة 30 من يونيو التي أطاحت بنظام الإخوان. النصف الثاني من الشهر الماضي والأول من الشهر الجاري سجل أعلى معدلات تحقيق المهام ضد العناصر المتطرفة، وذلك عبر مداهمة البؤر الإرهابية في مناطق وقرى مختلفة. قرية المدفونة الشمالية ونجع شبانة وقرية المهدية، هذه الأماكن الثلاث لم تدخلها أي عناصر أمنية من الدولة المصرية منذ عام 2002 تقريبا.